هكلمكم النهارده عن الفيتامينات. هي مركبات عضويه خاليه من السعرات، ضروريه لعمل الانزيمات والعمليات الحيويه، وجسمك ما بيقدرش يصنعها، عشان كده انت لازم تاخدها من مصادر مختلفه يوميا. ايه هي بقى انواع الفيتامينات دي؟ بتتقسم نوعين، نوع بيدوب في الميه ونوع بيدوب في الدهون. هتكلم بقى عن النوع الثاني اللي هي الفيتامينات اللي بتدوب في الميه، ودول عددهم 9، مجموعه فيتامين بي وفيتامين سي، ودي جسمك بيحتاج ياخدها بشكل يومي عشان ما بيخزنهاش، ما بيسببش تسمم لو خدت جرعه زياده عنه، لان جسمك بيفقده عن طريق البول، ما بتعتبرش سامه، وبيفقد جزء منها اثناء الطهي، عشان كده في بعض الاطعمه فوائدها بتقل مع الطبخ. فيتامين بي 1 او الثيامين ضروري جدا لعمليه التمثيل الغذائي، ومضاد للشيخوخه، بيحسن الذاكره والتركيز، وبيساعد على تصنيع كرات الدم الحمراء وحمايه الاعصاب من التلف، بيحسن من اداء القلب عشان بيساعد في نقل الاشارات العصبيه ليه. موجود فين؟ موجود في الحبوب الكامله، موجود في البقوليات، في اللحوم الحمراء، بعض اللحوم والاسماك، في الحبوب المعالجه بالثيامين، وفي بعض المكسرات. نقصه بيؤدي الى مرض مشهور جدا اسمه البيري بيري، وده مرض بيأثر على التنفس وحركه العين والاعصاب، بيأثر على وظائف القلب والجهاز العصبي والمخ، وغالبا اسباب نقصه بتكون بسبب تناول القهوه والشاي كتير او تناول الشاي كده لوحده. فيتامين بي 2 اللي اسمه العلمي رايبوفلافين، هكلمكم عن اهميته. بيساعد على تكوين كرات الدم الحمراء، وبيدخل في عمليه التمثيل الغذائي، ومهم جدا للوقايه من امراض السرطان، ومهم جدا لحمايه الاظافر والشعر والعين والجلد، والحفاظ على الاغشيه المخاطيه. موجود فين؟ موجود في صفار البيض، مشتقات الالبان واللحوم الحمراء والمكسرات والحبوب والافوكادو والبقدونس. اعراض النقص بتاعته ايه بقى؟ التهاب اللسان والتهاب الحلق وفقدان الشهيه، فقر الدم الناتج عن نقص الحديد، وجفاف الجلد. الجرعه اليوميه بتاعته 3 من 10 الى 4 ملغ يوميا. فيتامين بي 3 او النياسين، اهميته انه بيحول الاكل الى طاقه، والحفاظ على صحه الجسم والجهاز العصبي والجهاز الهضمي والجلد. مصادره موجود في اللحوم الحمراء والكبد والاسماك والفراخ، موجود في بعض انواع البقوليات والجوز. اعراض النقص بتاعته بقى بيكون في تعب، بيكون في عسر هضم، بيكون في قيء، بيكون في غثيان، بيكون في اسهال. الجرعه اليوميه بتاعته من 2 ل 18 ملغ يوميا. فيتامين بي 5 اللي هو اسمه العلمي بنتاثونيك اسيد، اهميته ان هو ضروري لتكوين كرات الدم الحمراء، ومهم جدا في عمليه التمثيل الغذائي عشان هو بيحول الاكل الى طاقه، وبيساعد في التئام الجروح والحفاظ على صحه الجلد والعين، ومهم جدا كمضاد للاكسده. اعراض النقص بتاعته بتحس بصداع وارق واضطراب في النوم وتشنجات العضلات. موجود فين؟ موجود في الخضار والحبوب والكبد والكلاوي والاسماك وصفار البيض والحبوب الكامله، وموجود في غذاء ملكات النحل. الجرعه بتاعته اليوميه من 1.7 إلى 5 ملغ يوميا. فيتامين بي 6 او اسمه البايرودكسين، اهميته انه بيدخل في عمليه التمثيل الغذائي وتكوين الانسجه الدهنيه واستخدام الحديد، ويستخدم في الاضطرابات العصبيه والنفسيه، ومهم جدا لتقويه المناعه. نقصه بيؤدي الى الانيميا والالتهابات في الجلد والتعب والاكتئاب. موجود في الفراخ او الديك الرومي، موجود في الاسماك، موجود في المكسرات، موجود في الشوفان، موجود في منتجات الالبان والموز، موجود في حبوب الافطار المدعمه. فيتامين بي 7 او البيوتين، واهميته انه بيدخل في عمليه التمثيل الغذائي، ومهم جدا للحفاظ على صحه الاظافر والشعر والجلد، عشان كده انت بتلاقيه دايما موجود في اغلب مستحضرات التجميل. ونقصه بيؤدي الى بعض المشاكل خصوصا للسيدات، لانه بيؤدي الى تساقط الشعر وجفاف الجلد وتكسير الاظافر والاختلال في عمليه التمثيل الغذائي. موجود في الكبد والقرنبيط والسلمون والجزر واللوز. الجرعه اليوميه من 30 ل 60 مايكروجرام. فيتامين بي 9 او حمض الفوليك او الفوليك اسيد، ده مهم جدا للحامل في فتره الحمل عشان بيساعد على تقليل الاصابه بالتشوهات والعيوب الخلقيه في الدماغ والحبل الشوكي. كمان مهمه جدا لتكوين كرات الدم الحمراء وعلاج فقر الدم، وبيساعد الخلايا على النمو واداء وظائفها، وبيساعد على تصنيع الدي ان اي والار ان اي. مصادر بقى اللي موجود منها الفوليك اسيد موجود بكميات قليله جدا في بعض الاطعمه زي البروكلي، وموجود في الورقيات الخضراء والبسله والبقوليات والمكسرات، وموجود في بعض الفواكه زي البرتقال والليمون، وممكن تاخده عن طريق مكمل. ونقصه بيؤدي الى انيميا واكتئاب وارق ومشاكل في الجنين. الاحتياج اليومي بيكون 400 مايكروجرام، الست الحامل بيكون من 400 ل 1000 ملغ يوميا. فيتامين بي 12 او الكوبولامين، واهميته الحفاظ على الخلايا العصبيه والتنقلات العصبيه، المساعده في انتاج كرات الدم الحمراء والحمض النووي وعمليه التمثيل الغذائي. مهم جدا للحفاظ على صحه العظام، ومهم جدا للوقايه من امراض الشيخوخه وامراض ضعف الذاكره والزهايمر. موجود في اللحوم الحمراء والكبد والكلى والاسماك ومنتجات الالبان والبيض وبعض حبوب الافطار. الاحتياج اليومي 2.4 مايكروجرام يوميا.
فيتامين سي او السكوربيك اسيد، اهميته انه بيساعد على حمايه الخلايا والحفاظ عليها، بيحافظ على صحه الجلد والغضاريف والاوعيه الدمويه، وبيساعد على تصنيع الكولاجين، بيعمل كمضاد للاكسده، وبيحسن من امتصاص الحديد. ايه هي بقى المصادر اللي موجود فيها فيتامين سي؟ موجود في كل انواع الفلفل البارد، موجود في الحمضيات زي البرتقال، زي الجوافه، زي الفراوله، موجود في البروكلي والقرنبيط والطماطم. بيحتاج اليومي من 65 ل 90 مللي جرام، ويحرص ان انت تاخده يوميا عشان ده ما بيخزنش في الجسم زي ما احنا ما قلنا قبل كده في الفيديو الاولاني عن الفيتامينات. ولو انت اخدت كميات كبيره من فيتامين سي هيسبب لك مشاكل زي الام في المعده واسهال وانتفاخ في البطن، زياده عرضه للاصابه بحصوات الكلى. اعلى جرعه المفروض ان انت تاخدها على مدار اليوم هي 400 مللي جرام. ان شاء الله استنوني في فيديوهات جايه كتير هتكلم عن كل نوع فيتامين بشكل مفصل اكتر، ان شاء الله الفيديوهات تعجبكم.